السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وصفتنا اليوم السفة بالسميدة، يعني بكسكسو رقيق من اليد الاخت ديالي غطيبها. كنتمنى تعجبكم. خدات هنايا كسكسو، يعني واحد الكيلو ديال الكسكسو، ورشاتو بواحد 2 كيسان ديال الماء ديال العنبه. درت في الاول الزيت، واحد شويه ديال الزيت، من بعد زدت رشاتو بداك 2 كيسان ديال العنبه وخلاتو حتى شرب ديك الماء. ودابا غديروا ايفور، ديروا ايفور واحد من بعد ما يبدا يفور غنحسبوا له واحد 15 دقيقه. وهنايا درت واحد 2 كيسان ديال العنبه ديال السكر و2 كيسان العنبه ديال الحليب. غدير حليب نسلي وخلاتو على نار مهيله، ومن بعد وكتحرك وما كنحيدوش باش ما يلصقش، مره نحركو باش ما يلصقش لينا، وغنخليوه حتى يعقد. من بعد هنايا فاش درت فاش فار نرى فار حيداتو ورشاتو. عاوتاني خصنا نرشوه وهو سخون، رشاتو بواحد 2 كيسان اخرين ديال العنبه ديال الماء. وغتخليه حتى يشرب، وعاوتاني تولي ترجعو يفور 15 دقيقه مره اخرى. هنا من بعد ما فار 15 دقيقه حيداتو هذيك التفويره الثانيه. درت له واحد 2 كيسان اخرين ديال العنبه ديال الماء. ومن بعد زدت لهم بعد ما زدت خلات له واحد 2 كيسان اخرين ديال العنبه كيف قلت. زدت له واحد 2 معالق كبار ديال الزبده، وكتدخل هذيك الزبده كامله في داك الكسكسو. نتوما راه رطب، كتقول لك زعما راه رطب هكذا، يعني ملي كيبقى يتجمع يعني صافي الصفه راه رطبه وراها مزيانه. صافي دابا غدير التفويره الثالثه والاخيره. خدات درت في الكسكاس، درت فيه العنب المجفف اللي هو الزبيب، وزدت في القاع وزدت عليه الكسكسو. وغتخليه واحد 4 ساعة اخرى يتفور. بعد ما يفور كنحسبوا له 4 ساعة. هنا حوايج اليد مزيان، خدات عندها اللوز، سلقاتو فسخاتو وقلاتو في الزيت، من بعد شويه هرمشاتو وشويه خلاتو صحيح. واحد 2 بيضات كبار محكوكين، واحد جوج ولا عفوا البيض السمان، وشويه ديال القرقاع وهاد الورد وشويه ديال القرفه. وهذا حليب نسلي من بعد ما طفات عليه ومازال سخون. ملي غيبرد غادي يزيد يعقد شويه. المهم فاش برد دخلت هذاك الحليب نسلي درتو في الكسكسو. انا ما صورتهاش، سبقاتني. ودرت في الطبسي وبدات كتزين بهاد باللوز هكذا. مهم تزين، كل واحد كيزين كيفاش ما بغى واللي عنده. يعني حنا درنا تزيين بسيط غير بيناتنا، يعني غير حنايا في الدار. ودرت داك اللوز وداك الطبيصل ديال درت فيه السكر والقرفه. اللي بغى يدير السكر، اللي بغى يزيد السكر، هو صراحه جا هو هذاك، جاب داك النسلي كيجي هو هذاك كافيه. وزنقات داك بيض السمان. ومهم زين بسيط غير حسابنا هنا في الدار. صراحه جات زوينه، جات لذيذه، جات رطبه بزاف، جات زوينه بزاف، جات معلكه. داك النسلي كيخليها كيعطيها واحد اللذه صراحه اللي زوينه وزوينه بزاف، كيعطي واحد اللذه بوحدها. ايه وصافي، هذه هي السفه ديال الاخت ديالي. ان شاء الله دابا نشارك معكم السفه ديالي انا ان شاء الله بحول الله. وحتى لهنا غنقول لكم مع السلامه والى اللقاء. وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه والمشاهده.
يلا مع السلامة، إلى فيديو آخر إن شاء الله بحول الله. يلا مع السلامة، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.